والله السلام عليكم، رجع لكم فيديو جديد من قناتنا الأسطورية جعفر جيمنج. فكرة الفيديو يا جماعة الخير كالتالي: بهذا الفيديو راح اخلي شات جي بي تي بين قوسين الذكاء الاصطناعي يعطيني 10 اسئلة واجاوب عليهن، لان انتم كل ما اسالكم اقول لكم اسالوني ما تسالوني، فخليت شات جي بي تي يسالني. صلوا على النبي واذكر الله ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وخليكم ويا الفيديو. يا عزيزي المشاهد، مثل ما جاي تشوفون كتبنا رسالة شات جي بي تي، قلت لي انا حاليا صار مقطع يوتيوب واريد منك 10 اسئلة اجاوبهن، فش نسوي؟ ندز الرسالة. حاليا مثل ما جاي تشوفون اعطاني 10 اسئلة وراح اجاوب عليهن. السؤال الاول: اذا انقطعت الكهرباء وانت في النهاية مال الجيم، تختار تنقذ اللعبة لو تنقذ نفسك؟ يا اخي النهاية اسئلة. لا يا جماعة الخير، خلنا نخليه يغيرهن، لأن أنا أريد أسئلة شوية بالحياة الواقعية. بالألعاب هسه شوفه. وتكون محرجة. يا جماعة الخير اكفولي، خليتهن محرجة، يعني لأن محرجة لازم تخلون لايك والاشتراك. جعفر شنو آخر رسالة ندمت إنك أرسلتها؟ رسالة ندمت ما نادم على أي رسالة، يعني ليش أندم؟ إذا أهلك شافوا سجن. السؤال الثاني: إذا أهلك شافوا سجن بحثك بجوجل شو سوى؟ ما سوى شي، لأن الحمد لله والعياذ بالله الله يبعدنا من الشغلات المو زينة والمحرمات. السؤال الثالث: آخر مرة بكيت فيها بدون سبب؟ أنا زلمة شنو أبكي؟ السؤال الرابع: إذا واحد سأل تحب حالك شو تجاوبه؟ يعني أكيد أحب حالي، يعني مثلا أسئلة تسحب. السؤال الخامس: شنو أكثر موقف فشلك قدام الناس؟ قدام الناس؟ شوف يا عزيزي المشاهد، أكثر موقف يفشلني قدام الناس من أمد إيدي حتى أسلم، يعني شوية تحير، تبوسه لو ما تبوسه، خاف أمد راسي وابوسه ويمين راسي، يعني هنا راح تصير مراوغة شوي. فهذا الموقف يعني كل شكرها ودائما يفشلني. والسؤال السادس: إذا تقدر تمسح ذكرى واحدة من حياتك شنو تمسح؟ حياتي كلها. السؤال السابع: آخر كذبة قلتها وشلون طلعت منها؟ يا جماعة الخير، هن كذبتين. الكذبة الأولى مال البلاي ستيشن 4 حاكيها بالقناة، والكذبة الثانية يعني فلاش ما احكيها لكم، يعني لان خاف تنعرف ويطيح حظي. هو يعني شوفوا فلاش، خلنا نحكيها بدول العراق. فلاش مال اخوي خليته على مود صار منه مليك وكس، بس يعني فرمته بالغلط، وكل ما يقول لي منو خرب انا اقول له مو اني، بس هو كذب انا. ان شاء الله ما يشوف الفيديو يا رب. الثامن: شنو الشي تسويه بالسر وما حد يعرفه عنه؟ شي اسوي بالسر، يعني انا اسوي بالسر، ليش اقول لك؟ يا شات جي بي تي اسوي بالسر ليش اقول لك؟ فيعني هذا نتخطى السؤال. السؤال التاسع: لو انكشف تفكيرك الداخلي للناس تتورط لو عاد عندك؟ شنو رب ولا تورط؟ شنو ما تورط؟ وعلي يعني تفكير الداخلي بسوالف يا ابو سوالف. السؤال العاشر: إذا شخص سأل منو آخر واحد كنت تغار منه شو تقول له؟ أنا ما غار من الناس تغار مني. وبس يا عزيزي المشاهد، انتهى فيديونا لهذا اليوم، وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، وشنو رايكم نسوي بارت 2؟ وبس مع السلامة.